أنا إبراهيم توفيق عكاشة معاكم، وجاي النهارده مستضيف الدكتور نوران سامح البنا، أخصائية التجميل، عشان تعرفنا إزاي ممكن نهتم بشعر الخيل. دكتور نوران، ازي حضرتك؟ عاملة إيه الأخبار؟ تمام. طبعا زي ما بنهتم بجمال شعرنا بنهتم برضو بجمال شعر الحصان، لان الحصان ده مش منظر بس، لا، ده روح وجمال. طبعا بنهتم بشعر الحصان ازاي؟ بنحط له زيوت طبيعية مش عليها اي مواد كيماوية، زي زيت الجوجوبا، زيت جوز الهند، زيت حبة البركة، زيت السمسم. كل ده بيمنع تساقط شعر الحصان، بيديله لمعان، وبيمنع كمان اي هيشان في شعره. طبعا احنا بنضفر شعر الحصان، ولما نيجي نفكه بعد كده بيديله منظر جمالي حلو جدا، زي شعر البني ادمين بالظبط. لما تيجوا تضفروا شعركم وتفكوه بيدوا معاكم شعر كيرلي حلو جدا. وطبعا زي ما قلت لكم بنستخدم زيوت طبيعيه مش عليها اي مواد كيماويه. دكتور نوران، إحنا بنشكرك جدا على المعلومات القيمة دي، ونراكم في حلقة جديدة ونعرف بعض المعلومات من دكتور نوران إزاي ممكن نهتم بشعر وجلد الحصان. نراكم في حلقة أخرى من مزرعة عكاشة. كان معكم إبراهيم توفيق عكاشة ودكتور نوران سامح البنا.